من احلى الحاجات اللي ممكن تعملوها في الشتاء المخبوزات او المعجنات، والاحلى منها كمان ان انتوا تحضروها في البيت. بيكون ريحتها حلوة كده وفريش وطازة وطعمها مختلف خالص عن اللي بنشتريها من برا. النهاردة هقدم لكم الشريك بطريقة بسيطة جدا، من ابسط واحلى المخبوزات اللي ممكن تعملوها. زي ما انتوا شايفين هش وطري وقوامه كده حلو قوي، وكمان وصفة اقتصادية من غير بقى لا بيض ولا حليب. بيبقى لذيذ قوي كده على الصبح في الفطار جنب كوباية شاي او كوباية شاي بحليب، حلو ولذيذ قوي. تعالوا نشوف بقى الطريقة والمقادير مع بعض. اول حاجة معايا نص كوباية من السكر، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، كوباية من المية الدافية، وهنقلب الكلام ده كله مع بعضه لحد ما السكر يدوب تماما. اول ما احس ان السكر داب هضيف معلقتين كبار من اللبن البودرة، وهضيف معلقتين او علبة صغيرة من الزبادي وتكون بدرجة حرارة المكان. بعد كده هضيف رشة من الملح او ربع معلقة صغيرة من الملح. وبعد كده هكون مجهزة 3 كوبايات من الدقيق المنخول متعدد الاستخدامات، وهنزل بالكلام ده كله مع بعضه وهقلبه كويس جدا. لو حسيتوا ان مقدار الدقيق اللي انتوا ضفتوه لم معاكم بالسوائل اللي انتوا ضفتوها خلاص، حسيتوا لا ان القوام لسه سايل، هتضيفوا كمان كوباية من الدقيق. يعني مقدار الدقيق كله 4 كوبايات او 4 كوبايات وربع بالظبط من الدقيق. هنقلب كده لحد ما العجينة تتلم ويدوب كده تبتدي تسيب الطبق وتسيب ايدي. هكون مجهزة معايا نص كوباية من الزبدة الطرية، ممكن تدوبوها على حمام مية او ممكن تدوبوها في الميكرويف لمدة بس 5 دقايق بحيث بس تكون لينة معاكم. وهبتدي ان انا اعجن بقى العجينة كويس قوي، مش هضيف دقيق خالص، هي في الاول هتقطع بس بعد كده هتتلم معاكم بشكل سهل وبسيط. هفضل اعجن كده لحد ما الزبدة تتخلط كويس قوي مع باقي المكونات. وزي ما انتوا شايفين العجينة بتبقى طرية وفيها نسبة تلزيق كده، وده اللي بيخلي معاكم المعجنات بعد كده هشة وطرية من جوه. هحط بقى العجينة في طبق وهغطيها بالاسترتش رول وهسيبها تخمر لمدة ساعة. بعد ما خمرت هي مش هتزيد قوي لان العجينة غنية، فيها زبدة فيها زبادي. عجينة الشريك بتبقى غنية شوية او تقيلة شوية. بعد كده في السطح اللي احنا هنشتغل عليه هلم العجينة بقى، هرش رشة بسيطة قوي من الدقيق. هلم العجينة بقى كده على شكل اسطواني علشان هبتدي ان انا اقطعها قطع متساوية بالسكرابر. لو ما عندكوش السكرابر ده تقدروا تقطعوها بالسكينة، بس خلي بالكم لو هتقطعوها بالسكينة على مفرش زي اللي انا بقطع عليه ده، خلي بالكم ان السكينة ممكن تقطع المفرش معاكم. يا اما تقطعوها بايديكم يا اما تقطعوها بالسكرابر، او لو هتستخدموا سطح مثلا رخامي او خشبي ممكن تقطعوها بالسكينة عادي. انا هنا كده خلاص جزأت او قطعت الكمية اللي معايا كلها لقطع ل10 قطع متساوية. برش رشة دقيق تاني وبلم كل جزء كده على شكل كرة. واول واحدة خلصتها هبتدي اشتغل فيها انا، بس هقطعهم زي ما قلت لكم. الكمية عملت معايا 10 قطع من الشريك، هحطهم كده قدامي وبعد كده همسك كل واحدة بالشكل ده. هبتدي ان انا افردها الاول بايدي بالشكل ده، وبعد كده هلفها رول كأني بلف كده اللي هو العيش الفينو. وبعد كده بقى هبرمها بقى بالشكل ده لحد ما تطول كده معايا شوية. وبعد ما اخلص بقى هبتدي ان انا الفها على بعضها. انا بس هبرمها كويس قوي علشان ما تطلعش تخينة معايا، تكون عاملة زي طبقات كده. هبرمها بقى على بعض بالشكل ده لحد ما تديني الشكل الحلزوني المتعارف عليه بتاع الشريك. واخر حتة بحطها تحت كده علشان ما تفتحش مني. هخلص كل واحدة واحطها على الصينية او الصاج بتاع الفرن. هكون بس مدياله فرشة بسيطة قوي من الزيت. وبعد كده هكمل بقى الكمية كلها زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة. هفردها وبعد كده هلمها على بعضها، وبعد كده هبرمها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
ابرمها كويس قوي عشان هي بترجع تخمر فبترجع تتخن معانا تاني، فابرمها كويس قوي. وبعد كده الفها بقى بالشكل ده علشان تاخد الشكل بتاع الشريك المتعارف عليه. واخر حتة بحطها من تحت كده علشان لما تخمر ما تفتحش مني. برص بقى كل الكمية على الصواني وبسيبها تخمر بقى. التخميرة التانية بسيبها من ساعة لساعة ونص براحتها علشان الجو برد دلوقتي، فالمعجنات ما بتخمرش بسهولة. بعد ما خمرت بقى مش هدخلها بقى الفرن كده، لا هجيب شوية من الحليب، معلقتين كبار من اللبن، وهبتدي على وش المعجنات او على وش الشريك كده ادي لكل واحدة فرشتين من الحليب. بكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 علشان هدخل بقى الصواني بعد كده بتاعة الشريك في الفرن تستوي. اللبن اول حاجة بيدينا لون حلو للمخبوزات دي، وتاني حاجة بيطر معانا المعجنات. لو مش حابة تضيفي لبن ممكن تستخدمي صفار بيضة وعليها شوية من الفانيليا. واخر حاجة رشة بسيطة قوي من السكر الابيض الناعم. حاولي ترش السكر كده على كل المخبوزات بالتساوي، ما تركزيش السكر في ناحية واحدة او في جزء واحد علشان ما يتحرقش او يتكرمل معاكي، وتبقى رشة بسيطة برضو علشان السكر ما يتحرقش في الفرن. وندخلها الفرن بقى. اول صينية بتاخد نص ساعة، الصينية التانية ممكن تاخد مدة اقل، تلت ساعة او ربع ساعة لحد ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. لازم تتحمر كويس جدا علشان الشريك يستوي من جوه. وكمان بنقلبها كده من تحت نشوفها مستوية ولا لا. بتطلع بقى اول ما تطلع يستحسن ان احنا نغطيها بفوطة مطبخ نضيفة علشان تفضل محافظة على الطراوة بتاعتها، وتطلع معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هشة من جوه وحلوة جدا وطعمها مسكر. حلوة قوي الصبح كده على الفطار. شايفين التسوية من تحت حلوة جدا وطرية وما بتاخدش وقت خالص، ومقاديرها اقتصادية وبسيطة جدا ولذيذة كده قوي على الفطار. هي مش محتاجة جنبها اي حاجة غير كوباية شاي كده حلوة او كوباية شاي بحليب. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان توصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة. اسيبكم في امان الله وسلام.